ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقه من اسبوعين تقريبا اتفاجئت ان في جروب واتساب حلو جدا اتعمل لكل اصحابنا بتوع ثانوي واعدادي، وكل بنت بقى نزلت صورها الحلوه بتاعتنا زمان، وكانت ذكريات حلوه جدا جدا. فانا فرحت جدا بالجروب ده، ويمكن ده كان الدافع ليا ان انا ادور في الاكياس القديمه اللي عندي على الذكريات بتاعتي والحاجات اللي كنت بستخدمها وانا صغيره وصوري ايام المدرسه وكل الفضايح دي. فانا قررت ان انا يعني اوريكم بقى كل الحاجات اللي انا لقيتها، لان انا فعلا بحس ان انتوا صحابي جايين تزوروني في البيت. يعني انا حتى لابسه تي شيرت البيت على فكره. انا النهارده مش يعني بصوا يا جماعه، النهارده مش لابسه لبس بقى وبتكلم في موضوع معين او كده، لا خالص. الفيديو ده للناس اللي هم متابعيني من زمان، اللي هم صحابي وعايزين يعرفوا اكتر عني. انا جمعت، يعني هو مش باين قدام الكاميرا بس انا جمعت تحت الكاميرا كل الحاجات اللي لقيتها في الكيس. اول حاجه طبعا كرومبا. يعني كرومبا يا جماعه طبعا اعتقد ان ما كانش في بنت ما عندهاش كرومبا، كلنا كان عندنا كرومبا، كان يعني موضه ان لازم كله يبقى عنده كرومبا. يمكن كمان لما لقيت الكرومبا لقيتها بالفستان اللي هي لابساه. طبعا انا وانا صغيره انا اللي عامله الفستان ده. انا كان عندي هوايات وانا صغيره، انا بحب افصل فساتين العرايس، بس الموضوع ما كانش بيتعدى العرايس. يعني ما كنتش بعمل لنفسي بقى ولاخواتي والكلام ده، طبعا انا كنت بعمل للعرايس بالابره والخيط وكده، كنت اقعد اخيط بقى واعمل لهم فساتين وحاجات كده. ولقيت برضو عارفين اللعبه دي ياما كانت من وقتنا، قعدت بقى اللي هو بقعد العب بيها كتير. طبعا ميه نشفت، بس فعلا من ضمن الالعاب اللي انا قعدت فتره كبيره في حياتي العبها. طبعا احنا جيل قديم يا جماعه، فالناس الجديده برضو مش هتبقى فاهمه قوي ده. الاوتوجرافز بقى يا جماعه، الاوتوجرافز بقى اللي هو انت صحابك يكتبوا لك فيها ويقعدوا بقى يلونوا ويكتبوا لك انا بحبك ومش عارف ايه. قعدت اقرا اللي احنا كاتبينه لبعض، قد ايه كنا برقه وقد ايه كنا غلابه جدا. اللي هو يعني كان اقصى طموحنا ان صاحبتي تحبني ما تزعلش مني. بجد قعدت اقرا بقى الحاجات دي وافتكرت ايام زمان. فلو انتوا عندكم الحاجات دي لا دوروا عليها وابتدوا اقروا وكده، صدقوني هتحسوا باحساس حلو جدا يعني. لقيت برضو صوره ليا ايام ابتدائي. انا هزوم لكم قدام الكاميرا، والشطوره هي اللي هتلقط انا مكاني فين، هعمله لكم على الكاميرا. لقيت برضو جواب فصل يا جماعه، عادي جدا عادي جدا. هو كان انذار غياب، مش عارفه انذار غياب عشان هيفصلوني حاجه كده، لانه تقريبا هو احنا كنا في ثانوي ما كناش بنروح مدرسه اصلا، فكان هو بيعملوا عليهم بقى وكده، فبيبعتوا لنا جوابات اللي هي الفصل دي. بس تمام والله، يعني انا بصراحه فرحت جدا لما لقيت الجواب ده يعني. لقيت بقى هدايا تانية. عارفين الهدايا اللي هي بتاعت اللي بناخدها ايام المدرسه؟ انا كنت شاطره الحمد لله ايام المدرسه، بالذات اعدادي واولى ثانوي مثلا. انا كنت من الناس اللي بحب دايما اجيب الدرجات النهائيه وكده. كان عندنا من ضمن الحصص حصه قران، دي بتبقى مختلفه عن حصه الدين اصلا. كنت دايما بقى في الطابور بجيب في القران الدرجه النهائيه، وفي الطابور يكرموني ويدوني بقى مثلا مسطره، مثلا اقلام رصاص انا محتفظه بيها بلفه الهدايا بتاعتها. مج مثلا، عايزه اقول المج ده مثلا انا مش فاكره اخدته هديه في ايه بالظبط في المدرسه، بس يعني كنت شاطره فادوهولي يعني. فبرضه انا محتفظه بيه بالورقه بتاعته بتاعت الهدايا بتاعته. برضه كان في القران كانوا دايما يجيبوا لنا ميوزك بوكس دايما. يعني عايزه اقول لكم ان الميوزك بوكس ده كان ترندنج جدا جدا. يعني مفيش بنت اعتقد ما كانش عندها ميوزك بوكس، معرفش كان بيتحط فيه ايه اصلا، بس كنا بنحب اللي هو نشغله ونسمع ميوزك وكده. كان بالنسبه لنا جامد جدا. كانوا بيندهوا عليا في الطابور عاليه وبتاع ويدوهولي وكده، كنت ببقى مزقططه. انا عندي كميات من الميوزك بوكس على فكره، فانا قلت اجيب لكم واحد. بالنسبه بقى انا لقيت الشهادات بتاعتي. انا كنت من الناس اللي بحب اطلع الاولى على الفصل، الموضوع منتهي يعني. انا فاكره كان في بنت اسمها مروه علي حسين، كانت بنت جميله قوي. كان هي ما شاء الله شاطره جدا، اللي هي من الناس اللي بتحفظ الكتب جدا، فكانت دايما تطلع الاولى، فكنت دايما بطلع التانية. كنت ببقى متضايقه قوي بجد. بس لما مشيت من المدرسه فرحت ان انا رجعت اطلع الاولى تاني. فدي مثلا شهاده من دي نتيجه ثالثه اعدادي، انا هزومها لكم برضه في الفيديو. انا كنت طالعه فيها الاولى على المدرسه وكده، فانا كنت شطوره والله. ما اعرفش ايه اللي حصل لي لما كبرت، ما اعرفش ايه اللي حصل لي. برضه دي شهادات تانية بتاعه الشهور. كان احنا بنمتحن كل شهر، فكان بيدولنا بقى النتيجه. دي كنت انا ساعتها هقول لكم كنت في سنه كام. دي كنت في تانية اعدادي. كانت هي البنت بقى اللي هي مروه علي،
البنت دي كانت دايما بتطلع الاولى، فانا دايما على طول كنت بطلع الثانيه، فكنت ببقى متضايقه جدا. يعني البنت دي كانت مقدراني تانية اعدادي كلها هتلاقوا الشهاده كلها انا طالعه فيها الثانيه. وفي اولى اعدادي بقى كنت بطلع يا الاولى يا الثانيه يا الاولى مقرر او الكلام ده. ثالثه اعدادي كنت بطلع الاولى بقى، خلاص الموضوع منتهي يعني. فدي بالنسبه للشهادات بتاعتي. في صوره ليا بقى ايام المدرسه انا هزومها لكم، بس انا مش هبين وشوش الناس قوي لان احنا كنا في ثالثه اعدادي، فكنا يعتبر شكلنا كبير يعني. ففي بنات كتير بقت محجبه، فانا مش هينفع ان انا انزل صورهم وهم بشعرهم عشان محدش يضايق وكده، فانا هحاول ان انا اظبط القصه دي وما ابينهمش. فبرضو الصوره دي كانت حلوه جدا جدا. وبرضو كانت مجله المدرسه يا جماعه. مجله المدرسه طبعا لازم اطلع في مجله المدرسه، ما ينفعش يعني ايه مجله المدرسه تطلع وانا مش فيها. فكنت فيها، هوريكم الصوره اللي انا كنت فيها. كان ساعتها لقاء مع كان لقاء مع رئيس الحي بتاع المعادي. هوريكم الصوره اهي، حوار مع رئيس حي المعادي وصورتنا بقى وكده. برضه هقرب لكم الصوره. لا بجد فعلا ايام المدرسه كانت ايام حلوه جدا. وعايزه اقول لك ان اصحابك من المدرسه دول بيبقوا اغلى صحاب عليكي، وهما دول اللي فعلا بيبقوا صحابك بجد. مهما صاحبتي ناس على كبر بيبقى برضه مش زي بتوع اعدادي وثانوي. فبجد يعني انا مبسوطه جدا ان انا كنت في المدرسه دي. على فكره انا كنت في مدرسه الصرح، نسيت اقول لكم هي اسمها مدرسه الصرح، هي كانت في زهراء المعادي. كانت مدرسه حلوه جدا جدا. كانوا اهم حاجه عندهم انه طبعا اللبس بتاعنا لازم يبقى طويل، المدرسات بتوعنا لازم يبقوا محجبات، المدرسات بتوعنا لازم ما يلبسوش ضيق. كانوا هما شايفين ان هما لازم يبقوا قدوه لينا. وكان يعني احلى حاجه ان هما كانوا بيعملوا لنا 2 بريك، يعني بريك اللي هو الفسحه وبريك الصلاه عشان كلنا نتجمع. في لا حاجات حلوه جدا في المدرسه دي. انا بجد بعتز بالمدرسه دي جدا، وبعتز ان انا كنت فيها. انا قعدت انا قعدت فيها بالظبط مش من حضانه، انا رحتها اولى اعدادي، من اولى اعدادي لغايه ثالثه ثانوي. قبلها كنت في مدرسه حكومي، يعني ما كنت اللي هي في ابتدائي، مرحله ابتدائي كنت في مدرسه حكومي. وبعدين بعد كده بقى نقلت مدرسه خاصه من اولى اعدادي. وبعدين بعد كده بقى خلاص دخلت بقى كليه اكاديميه سادات اللي في المعادي. يعني انا اصلا عشان انا ساكنه في المعادي وحياتي كلها في المعادي، فبالتالي لما جات لي كليه، انا اصلا كانت جات لي انا في ثانويه عامه جبت 94 تقريبا حاجه كده. المهم اتقابلت في تجاره انجلش، فانا قلت لا انا مش هدب المشوار لتجاره انجلش. يعني ليه ادب المشوار من عندي اكاديميه السادات يعني وبزنس ادمنستريشن وبتاع، بروح اكاديميه السادات اللي في المعادي يعني. فانا رحتها برضو. انا مبسوطه ان انا برضو رحت الكليه دي. كان يعني الحمد لله لو رجع بيا الزمن كنت هختار الكليه دي. فالمهم انا مش عايزه اطول عليكم، بس انا حبيت اوريكم الذكريات بتاعتي وصوري والفضايح والحاجات دي. ونصيحه بجد، لو انت ليكي صحاب من المدرسه بقالي كتير ما كلمتيهمش، لا كلميهم واسالي عليهم. وبجد صحابك بتوع المدرسه دول بيبقوا صحاب اللي بجد مهما كبرنا بيبقوا الناس دي عزيزه علينا جدا، وبيبقوا عارفين كل فضايحنا زمان. فبجد بتبقى يعني حاجه حلوه جدا. يا رب ما كنتش بس طولت عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.